اختفت زي ما قلت لحضرتك بالظبط. الحفله خلصت على حوالي الساعه 12 بعد نص الليل، وبعد كده هم طلعوا اوضهم. يعني كانت دخلته؟ دخلت ايه وهباب ايه؟ دي بقى لها اكتر من سنه مرميه عنده في البيت، اكيد هي اللي قتلتها. اهدي يا مدام لو سمحتي. استاذ عبد الحميد. فندم. انت سبت الحفله مع الضيوف ومشيت مش كده؟ مظبوط يا فندم. المرحوم امبارح كانت حالته ايه؟ يعني كان متوتر، متضايق، جاله مكالمه تليفون ازعجته؟ خالص يا فندم، بالعكس تماما. دي كانت ليله لطيفه جدا، وزي ما قلت لحضرتك معالي الوزير شفيق الجمل كان موجود معانا وشهد على عقد الجواز. بس هو في حاجه لازم حضرتك تعرفها. مراد بيه امبارح الصبح اتنازل عن شركته داليا هانم. يا مصيبتي، يا مصيبتي السودة، الحقيني بقى يا فردوس. اكيد هي اللي قتلته بعد ما اتجوزها عشان تاخد كل حاجه. مش معقول، مش معقول يا هانم اللي حضرتك بتقوليه ده. انت تخرس خالص، ما اسمعش صوتك. انت كنت عارف كل حاجه بينهم، امال هي هربت ليه؟ سابت الفيلا ليه؟ حضرتك انا لما طلعت لهم امبارح عشان اقول لهم ان مدام ليلى تحت، هي ساعتها كانت لابسه بورنوس. انا مش عارفه هي غيرت هدومها امتى ولا طلعت حتى من انهي حته. انا خلصت يا مدحت بيه. ايه الاخبار يا دكتور؟ ما اعتقدش ان في شبهه جنائيه، ازمه قلبيه حاده. ده اللي واضح من خلال الكشف المبدئي والمعاينه للجثه، والتقرير المفصل هيبقى بعد التشريح. شكرا يا دكتور. بعد اذن حضرتك. حبيبي يا مستر مراد. بسرعه شويه يا ابني. يا حبيبي يا مراد، يا حبيبي يا مراد، قتلتك المجرمه يا مراد، قتلتك المجرمه. شفتي يا مختار؟ قتلته، قتلته. يا حبيبي يا ابويا. بسرعه يا ابني انت وهو. انا مش مصدقه اللي حصل. الله يرحمه. بس الموضوع ده فيه ان ايوه طبعا يا ماما. معقول مستر مراد يموت في نفس اليوم اللي اتنازل لها عن الشركه وكمان يتجوزها؟ انا مش مصدقه. مفيش حل تاني غير كده. مستر مختار، بقى لله يا فندم. نعم. شد حيلك يا مختار. شكرا. استاذ عبد الحميد عايزك دقيقه بعد اذنك. خلاص كده. شد حيلك يا مختار. الله يرحمك يا مراد بيه. الله يرحمه. مختار انا نويت اوقف نشاط الشركه. ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ المرحوم اتنازل عن الشركه بيع وشراء داليا، وهو مات وهي اختفت. ما هو انا كنت جاي علشان اسالك في الشكل القانوني بتاع الموضوع ده. عاوز تعرف ايه؟ هي دلوقتي الشركه خلاص بقت بشكل رسمي بتاع داليا. طبعا، والعقود اتسجلت امبارح. بس المشكله ان ليلى اخت مراد اتهمتها بقتله، ومحدش عارف هي فين دلوقتي. يعني لو مراد طلع مات موتة طبيعية يبقى الشركة لسه بتاعت داليا. شوف يا مختار، هو الموضوع اللي حصل ده رغم انه عجيب وغريب ومحدش ينفع يصدقه، لانه قانوني 100%. بالفعل داليا دلوقتي هي الصاحبة الرسمية للشركة. اقول لك حاجة كمان، انت عارف ان داليا من حقها انها تورث في باقي ثروة مراد لانها ارملته. تصور، بين يوم وليلة، بين يوم وليلة الست دي بقت مالتي مليونيرة. شاكر جدا يا استاذ عبد الحميد.
خايف تعيط دلوقتي قدام صورته. انا عمري ما هسامحك يا هاني انك سبته يعمل كده فيه وفينا. ارحميني بقى عمتي من فضلك، سيبيني في حالي. يعني انا كنت منعته انه يعرف البني ادمه الحقيره دي، ما كانتش ضحكت عليه وكتب لها الشركه وقتلته وهربت. احنا ولاد الجرح يحصل فينا كده. كلامك متناقض جدا. تقتله ليه؟ جوزته، كتب لها الشركه. ليه تقتله؟ ليه؟ ايوه يا سامح. لا مفيش جديد. معرفش، هنستنى بقى نتيجة التشريح. لا البنت ما ظهرتش. معرفش يا سامح، معرفش. انت هتيجي امتى؟ طيب يا سامح ماشي، مع السلامة. اخوك جاي امتى؟ لسه هيشوف اول تيكت هيلحقها هيجي بيها. هو الوحيد اللي يقدر يخلصنا من البلوه دي. هيعمل ايه يعني؟ هيعمل اي حاجه حافظ بيها على فلوسكم اللي المجرمه دي قتلت مراته عشان تاخدها. قال يعمل ايه؟ قال اللي حصل ده مفيش حد يصدقه. مراد عمل تنازل عشان ترشيحه للوزاره. سوري يعني. انا لما عبد الحميد قال لي ان التنازل اتعمل والشركه خلاص ملكيتها اتنقلت، قلنا لازم نتاكد من الشهر العقاري ان العقود اتسجلت هناك. وبعد ما اتاكدنا يعني ايه اللي هيفرق؟ الله يرحمك يا مراد، كان احن انسان عليا في الدنيا. عارفه يا داليا، مراد كان بيحبك قوي. عارفه. والله جنان. حد كان يصدق ان انتي اللي انا قابلتها من سنه؟ قصدك ايه؟ قصدي مين كان عارف ان انتي ما بين يوم وليله هتبقي من اغنى اغنياء البلد؟ لا اغنى اغنياء ولا حاجه، انا عايزه ارجع الشركه دي لولاده. لا 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 لا، القرار ده ما يتاخدش اصلا. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ هو انت مش كنتي مراته والراجل مات وانت على ذمته؟ من حقك تورثيه. لا انا الفلوس ما تهمنيش يا داليا، لو سمحتي لو سمحتي، قرار زي ده تفكري فيه كويس قوي قبل ما تاخديه. طيب مبدئيا كده احنا لازم نطعن بالتزوير على العقد ده. يا سامح بيه انا كنت شاهد على توقيع العقود وبيع الشركه لداليا، والمرحوم والدك كان مصمم ان التسجيل يتم في نفس اليوم، وبما ان الطب الشرعي اثبت ان الوفاه طبيعيه خلاص اصبحت الشركه من حقها. بس الطب الشرعي قال انه خد منشط جنسي، يعني هي السبب. ده قانونا ملوش اي معنى. بابا مات وداليا على ذمته. قصدك ايه انت راخر؟ ما اقصدش حاجه، بس ده اللي حصل. داليا دلوقتي ممكن بمحامي صغير تعرف تثبت بسهوله جدا ان الشركه بملكها، زي ما الاستاذ عبد الحميد قال العقود اتسجلت. شركه ايه دي اللي ملكها؟ انا مش عايز اسمع حد بيقول الكلام ده خالص. ما تتكلم يا عبد الحميد، ايه الحل؟ يا جماعه انتوا ناسين ان داليا بعد الوفاه اختفت. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان انتوا مفيش قدامكم غير انكم تنتظروا لما تظهر وبعدين تتفاوضوا معاها. مش هيحصل. اللي اسمها داليا دي مش هتاخد جنيه واحد من فلوسنا. يا سامح بيه، داليا متأكدة وعارفة كويس إن الشركة مكتوبة باسمها صوريا، يعني ممكن جدا بعد ما تظهر تتنازل لكم عنها. هو انت مجنون يا عبد الحميد؟ انت عايز واحده جربوعه جايه من الشارع لا لها اصل ولا فصل تتنازل عن ثروه نزلت لها كده من السما عشان خاطر عيوننا؟ مفيش حل غير ان احنا نقابلها ونتفاوض معاها. لما تظهر بقى. بقالي كتير ما اكلتش كده. انا والشيف. ميرسي. على فين يا بنتي؟ كملي اكل. حبيبتي ميرسي قوي على العشاء، تسلمي. صحة وعافية. هات عنك يا حبيبي. اتفضلي. اللهم لك الحمد والشكر. معلش يا ابو سلم بقالنا كام يوم متقلين عليك ومبيتينك بره البيت. لا يا سيدي، ضفتك على راسنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام قال فيما معناه:
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ربنا يبارك فيك يا ابني. حبيبي يا رسول الله. طب انت ليه مش عايز تيجي تقعد معايا في شقتي؟ لا يا عم شكرا، ربنا أنعم عليا من فضله بالإخوة والأحباب الكتير. والله انا ما عارفه اقول لكم ايه، انتوا كرمكم ملوش وصف. يا ست العفو. ماشي يا أمي، أنا همشي وإن شاء الله أشوفك بكرة على العشاء. خلاص خلي بالك على نفسك يا سالم. ربنا هو الحافظ. ربنا يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعمل لكم الشاي. اخوك ده طيب قوي. هو الطيب وانا الشرير. بقول لك ايه، هو انا هفضل مسجونه هنا لحد امتى؟ يعني كلها كام يوم ان شاء الله، تقرير المعمل الجنائي يكون خلص ويحفظوا التحقيق ده اذا كان مراد الله يرحمه مات موتة ربنا. هو انت شاكك ان انا اللي قتلت مراد؟ اكيد لا يعني. طب وبعد ما التقرير يطلع؟ شوفي انت بقى عايزه تعملي ايه؟ والله انا شايفه ان اول حاجه لازم اعملها ارجع الشركه لولاد مراد. تلاقيهم وصلوا مصر كمان. انت اتجننتي يا بنت انت ولا ايه؟ شركه ايه اللي ترجعيها؟ انت عارفه الشركه دي راس مالها قد ايه؟ 500 مليون جنيه، نص مليار. بس مش من حقي. هو ايه ده اللي مش من حقك؟ ولا من حق ولاده؟ انت عارفه ثروه مراد بره الشركه خالص تسوى قد ايه؟ فلوس كتير كتير قوي. الشركه دي ما تجيش ربعها اصلا، وانت عملتي حاجات كتير حلوه لمراد. اعتقد الشركه دي من حقك. وانا ينفع اعمل كده؟ انت لازم تعملي كده. مراد الله يرحمه كان أهم بني آدم في حياتي، وأنا عارفة كويس قوي قد إيه الشركة دي خدت من حياته ومن اهتمامه. عشان كده أنا بقول لكم في أول اجتماع ليا بيكم إن كل حاجة هتمشي زي ما كان مراد عايز، وكأنه عايش بالظبط. أي عقود، أي مستندات، أو حتى أي شراكة، القرار فيها هيكون زي كأن مراد موجود، وانا عايزاكم تساعدوني عشان ده يحصل. داليا هانم، في زياره ضروريه جدا لازم تحصل للبنك علشان نسجل توقيعي، لان ده اللي هيتم بيه صرف الشيكات اللي باسم الشركه. مفهوم. وامتى المفروض ده يحصل؟ ممكن يا فندم بعد الاجتماع مباشره. تمام. بعد اذن حضرتك، احنا بعد وفاه المرحوم مراد في عقود كتيره جدا لازم ناخد قرارات فيها، لان دي مرحله تانية. لا برافو، قاعده على كرسي بابا وكمان عامله اجتماع. هو انت فاكره نفسك بقيتي صاحبه الشركه دي بجد ولا ايه؟ انتوا دخلتوا هنا ازاي؟ اطلب الامن يا سعد. انت بتطلب لنا الامن يا حراميه يا واطيه؟ والله لا رجعك الشارع اللي جيتي منه. هترجعي الشارع ليلى هانم اهدي يا ليلى هانم. بس انت ليلى هانم ما يصحش ده يحصل. انت اللي ما يصحش. هو ايه ده اللي ما يصحش يا استاذ عبد الحميد؟ ارجوك يا سامح بيه. ويا ترى فين مختار بيه؟ وايه رايه في اللي بيحصل هنا ده؟ الامن فين؟ امن؟ انت فاكره الخطه اللي عملتيها عشان تاخدي اخويا وتموتيه وتسرقيه هتكمل؟ ليلى هانم والله هدخلك السجن. ليلى هانم سامح بيه، احنا ممكن ندخل المكتب نتكلم بهدوء. مكتب ايه؟ دول يطلعوا بره. بره؟ مين ده اللي يطلع بره؟ انت اللي تقومي تطلعي بره، قومي من على كرسي بابا. انا هطردك. ليلى هانم دي شركه اخويا ومش كمان شركه مراد الجاري. انا هطردك. انا هطردك شركه مراد الجاري. كبيره عليكي قوي الكرسي ده. يلا انت اللي هتقومي بره. شركتي وهاخدها، فاهمه؟ هاخدها. نزل ايدك، نزل ايدك. سبت انت مجنون؟ انت جننت ولا ايه؟ نزل ايدك. اتفضلوا. كبيره عليكي قوي يا واطيه، ترجعي الشارع اللي جيتي منه. اتفضلوا. طيب يا جماعه، احس كده الاجتماع خلص، تقدروا تتفضلوا.
انت اتأخرتي عليه أول مرة دي. أنا عارفة، أنا خلاص مش هسيبه تاني أبدا. وحشتني قوي يا حبيبي، من أنا ورايح هتفضل في حضني ومفيش حاجة هتبعدنا عن بعض أبدا. فعلا هتاخدي شاهين النهاردة؟ خلاص هاخده، مفيش سبب بقى يمنع إنه يكون بعيد عني. مدام سلوى أنا مش عارفة أشكرك إزاي. أنا يوم ما جبتلك شاهين أول مرة لا كان معايا ورق ليه ولا كان معايا فلوس. اللي انت عملتيه معايا ده مش هنساهولك طول عمري. ربنا يقدرنا على فعل الخير. فاكرة يا لبنى اليوم اللي انت جبتيه فيه؟ طبعا فاكرة، دي كانت أصعب حاجة عملتها في حياتي. أنا مش ممكن هنسى شكلك وانت واقفة بتعيطي على باب الدار لما سلمتيني شاهين. معلش، هو كله بيعدي. المهم إن الواحد دايما يدور على فرصة يعوض فيها اللي فات. طب وموضوع الطار اللي كان على باباه اللي هربكم من بلد لبلد؟ لا، ما الراجل مات. أنهي راجل؟ الراجل اللي كان عايز يقتل جوزي، وخلاص دلوقتي هيرجع لداره وبيته، والحياة اللي كانت ضايعة مننا رجعت لنا تاني. خلاص بعد كده مفيش حاجة هتخوفنا. مدام سلوى أنا مش عارفة أقول لك إيه، ما كانش في مكان أمن من هنا أحط ابني فيه. هيعز عليا فراقك قوي، بس إن شاء الله من هنا ورايح هنبقى نزورك أنا وشاهين. إن شاء الله يا حبيبتي، تنوري. يلا يا حبيبي، يلا بينا. هاشم سيد الجزار عنده 4 مطاعم، أمرتجي، عايش ما بين العجوزة وشبرا. عناوين ال4 محلات بتوعه: مصاريف الشغلانة، ما بتنطقش ليه؟ بفكر. الراجل ده بيرجع متدهول، البدله تحت البيت. لا أنا بفكر في حاجة تانية. عايز ألقى فطون وراشد. لسه فاكر؟ مراتي. الست الوحيدة اللي حبيتها في حياتي. وراشد ده مش بس ابن عمي، ده أخويا اتربى على كتافي. كل ما كنت بلف وشي ما اشوفش غيره. احنا عايشين في بلد فيها 100 مليون بني آدم، فيها جحور ياما وشقوق ياما. ومسير الحي يتلاقى. هيتلاقوا يا أنسي. انت عارف ان انا متجوز وعندي عيلة؟ معرفش عنهم حاجة بقالي 5 سنين. اللي شبهنا ما ينفعش يبصوا لورا، لو بصوا لورا يرجعوا. الو، اهلا سياده الوزير. انا كويسه الحمد لله، ازي حضرتك؟
وبرضه عزوماتك كترت قوي الفترة دي. لا ان شاء الله طبعا هاجي. مختار؟ مختار هقول له طبعا، اكيد هيجي. لا مش فاهمة مين الناس دي. اوكي ماشي. لا طبعا هاجي. اوكي شكرا على العزومة. مع السلامة سيادتك، مع السلامة. لسه ما ردتش عليك برضو؟ لا لسه. انتوا مش كنتوا مع بعض في الشركة؟ سبتها ليه؟ قالت لي عندها مشوار مهم. هي سابتني من هنا، والوزير شفيق جمل كلمني من هنا، عامل لنا عزومة ولازم نروح. يا رب تكون هي. اهلا يا داليا. بسم الله ما شاء الله. مين القمر اللي معاكي ده؟ ده ابني. طيب حافظه جوه. لو سمحت يا مختار. يعني كل ده كان كذب؟ بتستعبطيني انا ومراد؟ انت ايه، شطانه؟ على فكره انا عارف كل حاجه عنك يا عسليه. عسليه؟ مش راشد الغول البلطجي كان جوزك؟ ولا محروس سواق التاكسي بتاع اسكندريه؟ ولا طارق ابو الواد اللي نايم جوه؟ لا انا مش فاهمه حاجه. وانت ايه اللي سكتك كل ده؟ عشان حمار غبي. اكتر من سنه انا عرفت عنك كل حاجه بعد ما عملت لك الفيش. عارفه سكت ليه؟ عشان صعبتي عليا. قلت ازاي واحده ناسيه كل حاجه في حياتها اللي فاتت نيجي احنا نحاسبها عليها؟ كده ليلى كان عندها حق. انت اللي قتلتي مراد. انت اللي قتلتيه. خلصت؟ لا ما خلصتش. انا لغايه دخلتك عليا بالواد على ايدك وكان ممكن اعمل اي حاجه علشان ادافع عنك، ان شاء الله لو حياتي. على فكره انا مش حاسه بالذنب، ولا اقعد اعيط لك واقول لك سامحني عشان حياتي كان كلها ظلم قبل كده. انت اتجوزتي 3 وضحكت عليا. لو سمحت اسمعني ما تقاطعنيش. انا البني ادمه اللي واقفه قدامك دي بقالها سنين بتجري وخايفه وهربانه، وكل ما الاقي مكان استخبى فيه من الشر اللي بيجري ورايا الاقي الظروف بتجبرني ان اهرب واجري تاني، لغايه ما لقيت مراد وكان لازم اعمل اللي اعمله. وانت على فكره اللي ساعدتني. انت هتخرفي؟ انا ما بخرفش. يوم ما مراد خبطني بالعربيه كنت هربانه من المنيا من طارق ابو ابني، وبرضه بعد ما انكشفت. انا فاكره الليله دي كويس قوي. كنت انت والدكتور ومراد واقفين حواليا في المستشفى سالوني انت مين، وساعتها انت سالتني وانت ناسيه اسمك ولا ايه؟ كانك بتديني المفتاح اللي اكمل فيه بعد كده. ده اسمه جنان اللي انت بتقوليه ده. ما هو مش ده بس الجنان اللي حصل في حياتي. انا قدامك يا مختار وانت عارف عني كل حاجه. انا كل اللي انا عايزاه اني ما اهربش تاني، وعايزاك تساعدني على كده. مختار انا عارفه انك بتحبني وانا تعبت. انا اللي قابلته في حياتي مفيش بني ادم يستحمله، وما صدقت الاقي فرصه اعيش فيها مع ابني بامان. ولو انت هترفض تساعدني عايزاك تديني فرصه. فرصه ليه؟ إني أهرب تاني.
4 مليون جنيه هيجننوني. تسلم ايدك. انت هتدفع 4 أرانب للراجل الباشا الكبير ده؟ ما ادفعش ليه؟ 4 مليون كتير قوي. ده 100,000 150,000 بالكتير نشتري بيهم سجل مدني من بابه. انت مش فاهم حاجه، انا بشتري لعبتي. انا مش فاهم، هتدفع 4 مليون في ورق مضروب ازاي؟ خد بالك من روحك، الراجل ده حوت كبير قوي. مين قال لك الورق مضروب؟ الورق اصلي واصلي الاصل كمان. الفكره مش في الورق. امال في ايه؟ في الحمايه. الراجل هيحميني، يعمل لي كل اللي انا عايزه. يا سلام يا سلام لو بقيت واحد من رجالته. بس الراجل ده برضه كبير قوي، الواحد يخاف يقرب منه يهرسه. يلا نولع بقى. ولع. لا والله. أو النعمة يا نعمة. قال لهم أنا شفت العفريت. قالوا له يا راجل. قال لهم الكلب قرب عليا. قرب، بصيت له قلت له أنت كلب يا كلب؟ قال لي أنا كلب. ايه يا روي؟ رحت برضه تدور عليهم؟ يصير الحقيقة تلاقي يا يونس. هوصل له. شكلك مش عاجبني من ساعة عملية امبارح. يكونش الراجل صعب عليك؟ لا ما تخافش، مش هيغلى عن اللي خلقه. عاش يا وحش. ده بقى علي روي، أجدع راجل هتشوفوه. دي نسرين بيدلعوها النسر، ودي نعمة واللي يكرهها يعمة. هيقعدوا معانا في العزبة 2 3. لا مش اقل من اسبوع يا انس. تعالى تعالى. مش عايز اريح شويه. يا جدع ما تبقاش رزيل وتعالى. فك عن نفسك حبتين، شكلك شقيان. تعالى. سلام يا انس. ومات يا نسر. رايح فين؟ ومالك انت؟ ما قلتليش، هو انت هوائي ولا مائي؟ ارضي يا حبيبي. النسر انقض عليه. يا باشا. 4 مليون يا باشا. انا بقى نفسي منى عيني ابقى راجل من رجالتك. فين فتون؟ نعم؟ فتون؟ القمر اللي كانت معاك المرة اللي فاتت. هي مش اسمها فتون برضه؟ اه فتون. أنا بقى عايز فتون دي. أنت مش قلت لي إنها شريكتك؟ اه شريكتي ومرات ابن عمي واخت مراتي. الاتنين مع بعض؟ طب بص بقى يا رشد، أنا بحب الستات. في ناس شايفة إن الموضوع ده عيب فيا، بس أنا الصراحة شايفه ميزة بقى. أنا بقى ما بحبهمش وما بحبش أجامل بيهم. طيب أنا بقى مش هظبط لك الورق ولا هأمن لك فلوسك في البنك إلا لو فتون جت لحد هنا. اه طب وقلت لك يا باشا إن ده مش هيحصل. أنت حر. والفلوس؟ وقتك خلص. قوم سيبوه، انا مش عايزه ده. تكتب البيانات اللي عايزه تتكتب في ورقك وتبعتها مع فتون. ده لو عايز ورقك يتعمل. يلا يا حبيبي. البني ادم اللي واقفه قدامك دي بقالها سنين بتجري وخايفه وهربانه. كل ما الاقي مكان استخبى فيه من الشر اللي بيجري ورايا الاقي الظروف بتجبرني اني اهرب واجري تاني.
مختار انا قدامك اهو، وانت عارف عني كل حاجه. انا كل اللي انا عايزاه اني ما اهربش تاني، وعايزاك تساعدني على كده. انا عارفه انك بتحبني وانا تعبت، ولو انت هترفض تساعدني عايزاك تديني فرصه. ما تقوموا نطلع نقعد مع المعلم أنس بره والجماعة نشرب كاسين. معلم أنسي؟ لا مش عايز. طب انا بقى بايته معاك النهارده. قلت مش عايز، خلصت. هي مين فتون دي؟ تعرفيها منين فتون؟ أنس قال لك عنها أي حاجة؟ أنس ما جابش سيرتها، البت ياسرين قالت لي إن أنت ما بطلتش تتكلم عنها طول الليل يا أخويا. بنتك سعيدة يا بيبي. وكتاب الله المجيد انا كان ناقص لي تكه واقطم في زمره رقبته ما سيبوش غير وهو مفرفر. لولا بس العصابه اللي حواليه ثبتني في ال4 مليون وقال لي قوم امشي. وبعدين خلصت على ايه؟ ما ترد يا راشد. الحيوان قال لي انه مستنيكي تروحي له وانه مش هيخلص المصلحه غير لما تعدي من تحت ايده. لو على كده سهله يعني. انت بتقول ايه يا وليه انت؟ هو انا قلت حاجه؟ ما انت اللي بتقول. بعدين بيني وبينك كده انا كنت بدور على سكه ادخل له بيها، اهو اللي طالب، وهي علقه تفوت وانت هتبقى مبسوط. اقسم بالله اقطعك بدي. انت اتجننتي؟ انت نسيتي ان انا رحت للخنزير ده بسببك؟ نسيتي وينش يا فتون؟ وينش اللي قبل عليكي؟ وينش اللي ذبحته بسببك؟ فتون الكلام ده انا ما سمعتوش وما يتقالش تاني. كتك خير والنبي هترجع مبسوط مبسوط مبسوط. عجباني قوي المزرعه بتاعتك يا معالي الوزير. دي منوره بوجودك يا رالي. ثانك يو. اهلا. اعتقد ان كان لازم تقول لي مين هم ضيوفك قبل ما تجيبني ليهم. ما كنتيش هتيجي لو عرفت ان احنا موجودين هنا. انت عارفه يا داليا، مراد الله يرحمه كان بالنسبه لي ايه؟ كنا اخوات، وولاده دول زي ولادي بالظبط. طبعا انا عارفه قد ايه المرحوم كان قريب منك، عشان كده شهدك على عقد جوازنا وقال لك على حاجه ما قالهاش لحد. ازيك يا هاني؟ اهلا داليا. سامح، عرفتك من الصور. انت مش جايه هنا عشان تتكلمي، انت جايه علشان تسمعي وبس. سامح وهاني عايزين يتفقوا معاكي على حل مرضي، انك ترجعي لهم الشركه وتاخدي مبلغ مناسب. والحقيقه انا شايف انه ده فير قوي وحل مناسب للطرفين، وممكن يتم بهدوء كده وبدون اي مشاكل. وانا اضمن لك نزاهه الصفقه. انت طبعا عارفه ليه مراد كتب لك الشركه، بدون دخول في التفاصيل يا داليا. المنطق بيقول انك لازم ترجعي لهم الشركه. هو وجهة نظر حضرتك ممكن تكون صح وممكن تكون غلط. يعني ايه؟ يعني الشركة دي بتاعتي بالقانون وكل الناس بقت عارفة كده اوريدي. هو انت بتستعبطي؟ نعم. انت فاهمه شركه زي دي راس مالها كام؟ ثروه زي دي يا داليا ما ينفعش تاخديها عشان قضيتي ليله مع بابا الله يرحمه. هي مش ليلة واحدة على فكرة، ده كان جوزي. وبعدين هو اتنازل عن الشركة بمزاجه
محدش ضربه على ايده. تمن الوقت اللي قضيتيه مع بابا هتاخديه ما تقلقيش. واحدة زيك تستاهل كذا ألف جنيه. بس أنا هديكي 10 مليون وتتنازلي عن الشركة، وإلا أقسم برحمة بابا. والا ايه بقى؟ ده بيهددني يا معالي الوزير. ما فيش تهديد ولا حاجه، اسكت يا سامح. أنا عارف أنت بتلف وبتدوري على إيه، بس المبلغ اللي أنا قلته مش هيزيد ولا مليم. اسمعي يا ست أنت. اسمع أنت. أنا شرعا ليا فرصة أبوك التمن، والتمن ده بقى بره الشركة يسوى 2 مليار. بس أنا عشان ست محترمة ومتربية وبنت ناس مش هعمل كده. أنا هعمل درينك لنفسي، أحتفظ بس بالفيلا عشان ذكرياتي اللي فيها كانت حلوة قوي مع بابي. يبقى هقتلك تمن اللي أنت بتقوليه ده موتك، ورحمة بابا هقتلك. سجل التهديد ده عندك يا معالي الوزير بما إنك راجل قانون وواحد من أهم موظفين الدولة. طبعا انت في حمايتي يا داليا طول ما انت هنا في بيتي. مفهوم. أنا متشكرة قوي يا معالي الوزير. المقابلة انتهت. باي باي. هو انت طول ما انت قاعد عندي حاجه كده؟ خضتني. في ايه؟ انا قاعده مستنيه الباشا. فؤاد مستعجل الباشا. اخاف واكش من دلوش. يا بنتي حلوه. الله، حاجه جميله. عارفه لو ما كنتيش جيتي انا كنت بعت اللي يجيبك من المكان اللي انت فيه. لا مؤاخذه، يعني قاعده على كرسي. لا ما يهمكيش يا عمرو. وانت يعني تعرف مكاني منين؟ الشقه الايجار اللي في مدينه نصر، مع انكم اساسا من بولاق، بس جوزك تاجر مخدرات وراشد ده محكوم عليه بالاعدام. ايه بس تعرف ده كله منين؟ هو انت بتشتغل ايه بالظبط؟ تكونش بتشتغل في الداخليه؟ لا السؤال ده ناس قليله قوي اللي في البلد اللي يعرفوا اجابته. عارفه ليه؟ اصل انا شغلتي سر. سر؟ طب والنبي انا بحب اعرف السر، قول لي. بس كده راشد يقلق عليا. ليه، هو مش هو اللي بعتك برضه ولا؟ لا يا اخويا فاشر، ازاي يعني يبعت؟ طب بالك لو عارف ان انا هنا انا وانت لا يكسر عظمي دي حتت. قطع ايديه. اسم الله عليك. امر. شكرا، الله يخليك. رد عليك ولا لسه؟ مغلق برضه. شبكة تلاقيها في المترو. مترو ايه بس انت رخر؟ هلا يا مصر، انت قلقان عليها قوي كده ليه؟ قلقان عليها ايه؟ ده انا قلقان منها. دي فتون دي تودي مورستان. انت ما عملتلكش شاي ولا ايه؟ لا مش عايز. طيب قوم روح. طب انا كنت عايز اراجع معاك حسابات الاسبوع اللي فات. لا فيا دماغ لا اي حسابات، بعدين يلا. اوامر. ليلتك كويسه. ليلتك فل. الله يخرب بيتك يا فتون.
كنت فين يا فتون؟ وقفت تليفونك ليه؟ مالكش فيه، كنت مطرح ما كنت. هو انت فاكر اني على ذمتك ولا ايه؟ كنت فين يا فتون؟ كنت في اللي في دماغك عند الباشا. هتفضلي طول عمرك واطيه. طب ما انت اول ما عرفتني عليه كنت عارف ان ده هيحصل. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ الحق الحق يا حبيبي، النبي ما تخاف. انا قلت للباشا انك اول ما تعرف اني رحت له هتموتني من الضرب، عشان يعني تفضل راجل في عين وشنبك ما يتأثرش. عارف الفرق بيني وبينك ايه؟ اني جاي عدل مع نفسي، لكن انت عمال تحور. خافش يا اخويا، عايز تعمل الشريف العفيف اللي بيحافظ على شرف ابن عمه وبيدور على مراته اللي بيحبها. اعمل اللي انت عايز تعمله، بس ما تعملهمش عليا. لا يا فتون، انا ما كنتش عايزك تروحي له من الاول، وانا مش وسخ قوي كده. وخلصت، سامعاني؟ خلصت. كذاب، ليه صدقتك؟ تكميلة غور غورة تاخدك. هي معالي الوزيرة اتهددت في بيتك وواقفة اهو في حفلتك بس احتراما ليك. مدام داليا ارجوك يا دور موقفي وعقبال العرض اللي اقترح عليك سامح وهاني. مع احترامي ليك، أنا صاحبة الشركة مش هقبل بضغط من أي نوع. ما تتسرعيش يا غالي، ولو عاوزاني اتفاوض عشان نرفع قيمه المبلغ انا ما عنديش مانع. شفيق بيه، أنا آسفة جدا بس لازم أمشي، قلت أسلم عليك، لازم أسلم عليك. تمشي ايه دلوقتي يا سهى؟ اعرفك بدالي هنا. أهلا وسهلا داليا. اهلا وسهلا. عن اسمك لحظه. سالي؟ أيوه سالي. أمال إيه داليا دي؟ مين داليا؟ داليا دي تبقى أنا. إيه مش فاهمة، يعني إيه داليا تبقى أنت؟ وإيه موضوع الشركة اللي أنت صاحبتها دي؟ أنا مش فاهمة حاجة. دي شركة مراد الجرح للمقاولات. أنا أعرفه، ده راجل محترم جدا. الله يرحمه، أنا أبقى أرملته. الله، هو أنت مش متجوزة؟ لا، ما أنا ما فيش وقت أتكلم في الموضوع ده دلوقتي. فاكرة لما جيت لك البيت آخر مرة وكريم طردني؟ أنا ساعتها ما زعلتش منك، بس أنا من يوميها أخدت قرار إن أبعد عن الشر وفضلت أهرب منه لغاية ما بقيت داليا اللي قدامك دلوقتي. مدام سهى، أنا بترجوكي ما تقوليش لحد على القصة دي. أنا تعبت قوي قوي عشان أبقى اللي قدامك دلوقتي. ما تخافيش بجد، أنا بحبك وأنت عارفة إن أنا بحبك من زمان. أنت بالنسبة لي داليا من النهاردة، مفيش سالي. أوكي مدام سهى، أنا عمري ما هنسى الحب اللي أنت حبيتهولي ولا هنسى الأيام دي. خلي بالك من نفسك. ها؟ مولي يا حبيبي. مولي، ازيك؟ الحمد لله. بصوتي امبارح؟ جدا. هو انت خارج ولا ايه؟ احنا اتفقنا ان انت هتثقي فيا. هتروح فين؟ النادي. طب ممكن ما تأخرش عن ساعتين لو سمحت؟ اوكي. مش هتصدق بقى انا شفت مين امبارح. مين؟ سالي اور سيرفنت، فاكرها؟ اللي انت طردتها دي. اكيد فاكرها. هي ايه بقت شغاله عند الشفيق ولا ايه؟ شغالة ازاي بس؟ دي بقت مليونير.
فاكر فؤاد الجاحي البيزنس مان؟ انت شفته معايا مره. جوزها وكتب لها الشركه وبعدين مات. انا مش فاهم حاجه. ولا انا. بس شيز تشينجد، بقت حاجه تانية خالص. غريب قوي اللي انت بتقوليه ده. قبل ما احنا نسافر كانت متجوزه واحد اسمه راشد، وكان هو الدراج ديلر اللي بيجيب لي مخدرات. عادي اتطلقت يعني، ما فيهاش حاجه. وبعدين I told you that she's very smart ومستنيه فرصتها، وهي جت لها. I'm very happy for her. انا ممكن اخد العربيه؟ تاخد العربيه؟ شو؟ بس انا مش هتحرك لحد ما ترجع، اوكي؟ ما تاخرش. I trust you, ها؟ يلا. Enjoy yourself. Don't be late. حاضر. تعالي. في ايه؟ اتفضلي. فكرت في اللي احنا اتكلمنا فيه، وبصراحة مش شايف حل يناسبني غير اللي انت طلبتيه. انا لازم افضل جنبك. انا بحبك كده ليه؟ حتى بعد ما عرفت كل البلاوي السوداء اللي انت عملتيها، انا فعلا لسه بحبك. لا مش هينفع يا مختار. انا عايزك تقف جنبي، بس ده مش معناه انه اي راجل تاني يدخل حياتي. انت مش عارف انا خايفه ازاي. حد يبقى عنده الشركة دي كل ده ويخاف؟ ولاد مراد اتفقوا مع الوزير شفيق انه يضغطوا عليا وياخدوا مني الشركه. يعني دعوة الوزير كانت علشان تقابلي سامح وهاني؟ وهددوني. قالوا ايه؟ لا قالوا كتير. سامح ده لو كان يطول ياخد مسدس ويضربني بالنار ما كانش قال لا. ولا هاني قعد يقول لي انه ده كله تمن ليله مع ابويا. هي كانت ليله وكان جوزي، بس يا مختار ما حصلش بيني وبينه حاجه. انا كنت عامله نفسي قدامهم انه مش فارقه معايا وجامده ومش خايفه، بس انا كنت مرعوبه من جوايا. ده متوقع من ولاد مراد، طبيعي يعملوا حاجة زي كده. أنا غلط إن أنا ما جيتش معاكي. بس كنت هتعرف منين؟ مختار أنا بجد مرعوبة. بص يا داليا، أنت بقيتي صاحبة شركة، ده أمر واقع. بس أنا عمري ما كنت أتخيل إن كل ده ممكن يحصل معايا. مش عارفة أتصرف ولا عارفة أعمل بالفلوس دي إيه، والشركة. أنا فعلا مش عارفة أتصرف لوحدي يا مختار. أنا عايزاك تقف جنبي وتساندني. أنا فكرت أديك فلوس عشان الموضوع ده، بس لا، ثانية واحدة. أنا فهمت إن أنت أكبر من الموضوع ده بكتير. عارفة يا داليا، أنا جيت النهاردة علشان أطلب منك إنك تتجوزيني. بس يظهر إن أنا معاكي ببقى دايما خطوة متأخر. الأول مراد، ودلوقتي مش عايزاني أقرب منك. يا مختار افهمني، الموضوع مش فيك أنت، لا أنت ولا غيرك. ده أنا أول مرة أحس إن أنا ينفع أقول لأ، وديني بقولها.
وانا موافق. موافق؟ موافق على ايه؟ أكون تحت أمرك لغاية لما تغيري رأيك. ولو ما غيرتش رأيي هتغيري؟ من ساعتها بطلت سجاير. بجد بطلت سجاير؟ برافو برافو. انت كده بقى ندور لك على عروسه وتقعد في البيت. ايه ده، في فترة غيابي بقى دمك خفيف، شيء عظيم. ميرسي يا طيب هزرنا والحمد لله على السلامه والحاجات دي كلها. احنا لازم نسكور دلوقتي حالا عشان انا حاجتي خلصت وبموت من امبارح. بيس. كلم حد نسكور منه. طب يلا كلام عطو. لا عطوه ده كافر اصلا، وبعدين ليه عندي 5000 جنيه؟ لو كلمته هيقعد يقول لي هات ال 5000 جنيه، وانا بصراحه مفلس. واعملوا حسابكم سكورت النهارده يا هتبقى على حسابك يا هتبقى على حساب الاستاذ. انا ممكن اتكلم راشد اخليه يعمل معاكوا كادو. اصل انا هو بين اصحاب قوي واحتمال اقابله بالليل. راشد، فاكرين يا جماعه السيرفنت اللي كانت عندنا مرات راشد كان اسمها سالي؟ مالها؟ بقت مالتي مليونيره. نعم. طبيعي. مالتي مليونيره. ازاي؟ طبيعي. انا قعدت مع راشد وهو بيديل شارلي بملايين، فطبيعي ان مراته تبقى مليونيره. لا، ماما قابلتها في حفله كبيره وعرفت منها انها بقت صاحبه شركه عقارات كبيره جدا ومتجوزه دلوقتي حد تاني غير راشد، هو بيزنس مان كبير اسمه مراد. ايه يا عم الفتي اللي انت بتقوله ده؟ ماما القصه دي ما تشغلنيش خالص، انا اللي يشغلني دلوقتي يا انت تكلمي دلوقتي راشد عشان نسكور، يا اما حد يكلم اي حد نسكور دلوقتي. بالظبط. قد ايه الحياه دي كانت ممله قوي يا جماعه، انا كنت في ازمه كبيره معاكم. الحمد لله انا خرجت منها. انجوي انتوا وبسطوا وسكوروا واعملوا حاجات كده وابقوا ما تكلمنيش. باي باي. تشاو تشاو. هو الواد ده ليه بقى تقيل قوي كده ليه؟ تلاقيه بس فرحان عشان هو لسه مبطل. كلها يومين ويرجع يضرب تاني اصلا يعني. هما اللي بيبطلوا بيبقى دمهم تقيل قوي كده؟ مش عارفه بقى، مش عارفه. صباح الخير. ازيك يا مختار؟ ازيك يا سامح؟ طيب ازيك؟ اشربوا ايه؟ قهوة سادة. نسكافيه. بابا الله يرحمه كان بيحب المكان ده قوي. الله يرحمه. الله يرحمه. انا عارف يا مختار انك كنت بتحب بابا، علشان كده لغايه دلوقتي انا مش قادر افهم موقفك. والله انا سامح اللي مش فاهم انت عايزني اعمل ايه بالظبط؟ تقف جنبنا تساعدنا نرجع الشركه، وبعدين اللي انا عارفه ان انت قريب جدا من اللي اسمها داليا دلوقتي. وداليا ما عندهاش نيه انها تتنازل عن اي حاجه. بس احنا ما قلناش تتنازل. انت تقدر يا مختار تخليها تمضي على اي ورقه او شيك من غير ما تاخد بالها. بذمتك انت متخيل ان انا ممكن اروح اعمل حاجه زي كده؟ مختار احنا في ورطه كبيره ولازم نحلها. اللي سامح بيقدمه لك ده هيبقى ديل. ديل ايه بقى؟ هدي لك 25% من اصول الشركه وكمان كرسي في مجلس الاداره. ايه رايك؟ مش فاهم سامح، هتديني حاجه مش بتاعتك ازاي يعني؟ انت رايح فين؟ اقعد، احنا بنتكلم. ايه ده؟ مع السلامه. ده اتجنن. غالبا. يلا بينا يلا. وادي شهادة الميلاد وادي البطاقة. ألف مبروك يا عادل بيه. الباشا الكبير مبسوط منك قوي. أنت وفتون. يا معلم في إيه؟ هو اللي قال لي كده. برضه راحت له الجزمة من ورايا؟ أنا كنت خلاص مش عايز الورق واستعوضت ربنا في ال4 مليون. والله وعليته بإيه بتستعوض ربنا في 4 مليون جنيه يا راشد؟ أنت عبيط يا راشد؟ هي كانت مراتك ولا إيه؟ قفل ونبي يا إيهاب على الحوار ده خالص. طب مراتك اسمها سالي؟ سالي؟ لا. غريبة، كريم قال لي إنها كانت شغالة عندهم وإنها اسمها سالي. كريم رجع؟ قابلته الصبح في النادي وقال لي إن مامته شافتها في حفلة كده. عسلية؟ سوري؟ سالي يعني سالي، كملي. بس كده هو ده اللي قاله لي. كريم
فين ماما؟ اهي مين لسه صاحي؟ مين لسه صاحي؟ معقولة بتطبخي بنفسك؟ بطبخ بنفسي يا حبيبي. هات رجلك الحلوة دي. البس. يلا يا دوسة لو سمحتي طلعي نام. يلا على النوم بقى. عشان احنا بقينا متأخر. يلا نروح ننام. تطبخي ايه؟ زي ما انت شايف كنت بطبخ طبيخ زمان. تحولي. هنعمل ايه في موضوع الفيلا يا مختار؟ انا خايفه لا يطردوني. اظنش لا. الفيلا دي تمنها بالكتير ما يجيبش 20 مليون جنيه، واعتقد يعني لو عملوا كده هنطالبهم بالورث. هما بيعرفوا يحسبوا كويس، مش هيعملوا حاجه زي كده. لا انا بحب المكان ده قوي. اول مره جيت على الفيلا مع مراد كان ساندني على كتفه واحنا راجعين من المستشفى، ويوميها قال لي ادخلي البيت بيتك. عمري ما كنت اتخيل ممكن ده يحصل بجد. انا كل ما افتكر ان انت قدرتي تقنعيني انا ومراد وكل الناس انك مش فاكره اي حاجه، بصراحه اخاف منك. ولا ممثله في اجدع فيلم. مش كده برضو؟ ما انت فاكر ان دي اصعب حاجه عملتها؟ ده انا مره في المنيا قعدت شهر ما بنطقش، عامله فيها خرصه، بس والله كان غصب عني. انا ساعات لما بفتكر الايام دي احس ان انا كنت واحده تانية مش انا. طب تصدق ان ولا حاجه من دي كانت مترتبه؟ كنت لابسه 100 وش في بعض. ويا ترى بقى اليومين دول انت لابسه انهي وش فيهم؟ مع شاهين ابني انا لبنى، وفي الشركه انا داليا. ساعات كتير بفتكر وبتوحشني زينب في اسكندريه. كانت ايام هدوء. بس تعرف مين اكتر واحده وحشاني فيهم؟ عسلية. كل ما ابص في مرايتي بشوف عسلية. عسلية اللي هربت منها. ساعدني يلا. انا فتحت لك الكيس. افتح دي كمان. يا راشد انت ايه اللي جايبك في وقت متاخر زي ده وعرفت ان انا رجعت من السفر؟ وليه جايبك دلوقتي يا راشد؟ في ايه؟ ما تتكلم معايا عادل، بتكلمني كده ليه؟ اهدى يا راشد اهدى. انا ما بقاش ليا علاقه باي حاجه ليها علاقه بالضرب ولا باي انا مش جاي اتضايف. ماشي يا سيدي. انا عرفت من سمر ان انت وامك شفتوا عسليه. عسليه؟ اكيد سمر بتقول اي كلام. انا لسه راجع من السفر يا راشد، ماليش دعوه بالحاجات دي خالص. بقول لك ايه يا كريم؟ هجيب لك رقبتك. فيها يا راشد؟ انت بترفع عليا مطوه في بيتي يا راشد. اوبعك كمان. بس يا راشد. ايه ده؟ ايه ده انت مين؟ ده راشد يا ماما، راشد جوز عسليه. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ عسليه فين؟ هجيب رقبتكم انتوا الاثنين وما كلمتوش. استنى بس. انا شفتها هي دلوقتي ما بقاش اسمها عسليه، اسمها داليا نور، متجوزه بتعمل اولاد اسمه مراد الجرحي وبتدير شركته. روح لها هناك. وكمان انا ما بقاش ليا اي علاقه بالمخدرات والحاجات دي، والله العظيم بطلت. هو خلاص بعد. تمام. استنى، رايح فين؟ انا هاجي معاك. انت stay here. والواد يا بت طلع كريم. يخرب بيت سنينك. فتون يا فتون يا فتون اقفلي، عايز اقول لك حاجه مهمه. استنى بس. اقفلي، عايز اقول لك حاجه مهمه. طيب اقفلي. طيب يا حبيبتي هرجع اكلمك تاني. باي باي يا اختي. لقينا عسليه. التخريف ده زي ما بقول لك كده. عارفه الواد كريم اللي كان شغال عنده في البيت؟
اللي هو شغال معايا بيبيع مخدرات، امه قابلتها في حفله. طب وهنعمل ايه؟ هنروح لها طبعا. نروح لها؟ انت عايز تودي نفسك في داهيه؟ انت نسيت ولا ايه؟ نسيت ان عسلية هربت منك عشان انت قتلت الحسن؟ لو رحت لها هتسلمك. مفيش الكلام ده. عسلية بقت غنية دلوقتي وعندها شركة وملايين. غنية؟ شركة ايه وملايين ايه؟ جابتهم منين يعني؟ دي كانت ماشية ببقجة هدومها. يا ستي لما نروح لها نبقى نعرف حكايتها. هنروح لها فين دي؟ الشركة، شركة مراد للمقاولات. شركة مراد للمقاولات؟ ايوه، ايه المشكلة؟ خلص سيجارتي واقوم البس. البسي وحصليني بقى. غير هدومك. كويس ان انا رجعت لكم المكتب النهارده. احنا عملنا كده كل الشغل اللي كان متاخر علينا. كل واحد فيكم عمل اللي كان لازم يعمله، شكرا. وانا اسفه يا جماعه ان انا اخرتكم لحد بالليل. بالعكس انا بقول اللي عملناه النهارده ده كان مهم جدا، وانا هبلغ مختار بكره بمواعيد تسليم الوحدات اللي اتفقنا عليها. تمام. بليز خد الشيك ده وصوره وابعته للبنك. تمام. اتفضل يا استاذ. اتفضلي يا جماعه. ميرسي. مروه لو سمحتي. أيوة. انا عايزاكي 10 دقايق عشان موضوع التصميمات. حاضر هجيبها حاجه. كنت لسه جايه لك عشان ورق التصميمات. اتفضلي. شكرا. ايه ده؟ يا عم ما الناس رايحه جايه يا امال بتقول الشركه قافله ليه؟ وبعدين بقى مش قلت لحضرتك اكتر من 10 مرات مش هينفع؟ يا باشا احنا بقالنا كتير ملطوعين في العربيه بره. شويه عندها اجتماع مهم، شويه قاعده مع استشاره مش عارف عاملين ازاي، واحنا جايين نقابل وزاره التموين. يا فندم ده ليه هنمضي رئيس مجلس الاداره مش هينفع تقابلنا لما تاخد معايا. طب عليا النعمه من نعمه ربي لو عرفت اللي انت بتعمله ده لا تكون مرفوض على ايدي. ليه وحضراتكم مين؟ انا فتون اختها شقيقة. انت بتقولي ده؟ واحنا مش لازم نعمل مفاجاه يعني، اهي تعرف والسلام. طب انا اسف يا فندم بطايقكم. يا سيدي لو على البطايق اهي البطايق، بس دخلنا بقى بص ايدك يعني اتلطعنا كتير. خد فتون اهي اختها. انا اسف يا فندم دي اجراءات الشركه، انا اسف. يا سيدي ولا يهمك. انا هخش ابلغك. بسرعه يا اخويا. الله ده ايه القرف؟ هو صعب ليه كده صاحبك ده؟ دي كوتيشن وده دراسة. طيب تصميمات. حلوة عجباني، بس متهيألي محتاجة شوية موديفيكيشن، شوية الألوان باردة. اوكي بس كده. عموما أنا هستنى مختار لغاية ما يجي ياخد رأيه بالموضوع ده. طبعا يعني استاذ مختار ده انسان حساس وراقي جدا وفنان كبير قوي هو حضرتك فنان تشكيلي وموهوب كبير وعند حضرتك حق انك تاخدي رايه كده. مختار كان اقرب حد لمراد جوزي الله يرحمه. الله يرحمه. عشان كده انا بثق برايه. عموما اخبار الاعلانات بتاعت الكومباوند اللي اتصورت. ايوه ما انا لازم اعرف انتوا مين عشان ابلغها. قول لها اختك. انت هتقعد تبحلق لنا طول النهار، خف نفسك. خلاص ماشي حاضر، ثانيه واحده. ده ايه الزهق ده؟ عارف. معلش يا فندم انا اسف جدا، بس اصل في واحده واقفه بره مصره ان هي تقابل حضرتك وبتقولي انها اختك. بعد كده لازم تقولي ان انت اختها دي. امال اقول ايه؟ ما تتنيلي تسكتي يا عم خلينا نخلص. ناس عايزين نقابلها وخلاص لازم تقولي اختها. هتدخلني لما تعرف ان انا اختها. افرض قفشت في دماغها وما دخلتنيش. هدخل هفتح الباب وادخل. تحب ادخله؟ معاه حد؟ يا فندم معاها راجل كده بس بصراحه ما قاليش شغل. طب ما تدخلهمش، قول لهم يستنوا 10 دقايق. خلاص اوكي حاضر. اتفضلي اتفضلي مروه. 10 دقايق ومدام داليا هتقابلكم، ما تتحركوش من هنا. الحق ده البت شكلها اتغير خالص. هي 10 دقايق وهتقابلكم، الموضوع خلص. الحقني يا مختار، راشد وفتون على باب الشركه. بس يا اخويا من خليتي حبيبتي وقلبي من جوه ان
والنبي يا حبيبتي انا كنت عارفه اني هاخدك في حضني من زمان. اختي يا عسليه يا عمر. معلش يا فندم انا اسف جدا بس ما قدرتش امنعهم من الدخول انا اسف. لا اتفضل انت يا سعد. حاضر. اتغيرتي يا عسلية. اتغيرتي وحلويتي واتدورتي كمان. انت بتتكلم مع مين؟ مين عسلية؟ انتي عسلية مراتي. عسلية اللي رجالة البلاقة كلها كانت بتحوم حواليها وانا اللي حميتها واتجوزتها. عسلية اللي يوم فرحنا دخلت عملت لها العشاء. عسلية اللي ليلة دخلتنا عيطت وانا على رجليها. يا اختي اللهم صل على النبي. ايه ده كله يا بنت؟ عملتي ده كله امتى يا بنت القرد؟ لا انتوا فاهمين الموضوع غلط خالص. هنا مفيش عسلية. هنا أنا داليا نور صاحبة الشركة دي. طب ما انا عادل فكري رجل اعمال. وانا يا اخويا زي ما انا فتون. لا يا عسلية لا ما تعملهمش عليا، انا خلاص عرفت كل حاجة. اتجوزت عليا 2 ويا عالم مين تاني، وخلفت نونة بس من الحرام. النونة يا اختي ده انا من ساعة ما عرفت انك خلفتي وانا نفسي ادلع النونة. شبهك اكيد، شبه امها الله يرحمها. بقول لك انت وهو انا ما اعرفش حاجه عن الكلام التافه اللي انتوا بتقولوه. افتحوا الباب اللي هناك واخرجوا بره وانسوا اي حاجه عن الموضوع ده. وقال عيب لما تيجي تتكلمي مع جوزك اللي انت سبتيه وهربتي بقالك ياما واتجوزتي عليه 2 ويمكن اكتر تبقى بتتنفضي وانت واقفه. راشد الغول اللي ممكن يقطع لك رقبتك بس انا مسامح. معقولة كده يا راشد؟ ليه يا اخويا ما يصحش؟ البت تتخض. الله، وبعدين ما ينفعش، ده احنا عيلة واحدة. امال ايه؟ انا كان غرضي بس اقول لك ان انا عملت فلوس كتير انا وراشد يعني، وانت يا اختي عاملة فلوس اللهم صل على النبي. اهو نحط الفلوس على بعض ونبعت نجيب علي، وراشد اهو اسم الله عليه موجود، ونعيش عيشة فل كلنا. ايه يا داليا في ايه؟ الحقني يا مخرج. مين الناس دي؟ الناس دي اوسخ ناس في العالم. انت مين يا ابني انت وهي؟ اتكلوا على الله يا غلط، اطلع بره. انا جوزها، انت مين؟ انا المختار. اطلب لهم الامن يا مختار. خدي بس راح فين؟ عايزين مني ايه؟ سيبوني في حالي بقى. اطلبوا البوليس بسرعه. في ناس هنا بتتهجم على داليا هانم. ايوه هنا في المكتب بسرعه. قلبك ابيض يا فخامه. ماشي يا عسلية، انا ماشي بس بقول لك ايه، انا راجع تاني. سلام يا المختار. يلا يا فتوح. سلام يا بنت ابويا. ماشي يلا يا فتوح. يلا يا اخويا. يا اخويا على مهلك بتجربني كده ليه؟ بقى يلا مش وقته. هات البطايق في مكتب الامن جوه، ثواني اجيب لحضرتك. طب يا اخويا هات البطايق. يلا اتحرك يا عم البطايق مش مهم. مالك مجرجرني كده ليه؟ واحنا خرجنا بره الشركه خلاص. يا وليه بقول لك بلغوا البوليس. بس عسلية عمرها ما هتسلمك يا اخويا، وبعدين هي ملطوطه وعليها 80 حكم. انا غلطان اصلا ان انا جيت هنا، انا عرفت مكانها ومش هحلها. يا عم استهدى بالله. يوه لازم نجيب امن.
ازاي؟ عرفوا منين؟ مش عارف. بقول لك ايه يا فتون، انا هوصلك وارجع اجيب البطايق. ليه بقى يا اخويا؟ قلقان من عسليه بصراحه. هي اللي تقلق منك مش انت اللي تقلق منها. يا فتون يا فتون، عسليه عايز تربط حبل المشنقه حوالين رقبتي. يا اخويا قلت لك ما تخافش. هي صحيح قالت انها ما تعرفناش، لكن وشها بقى كان عامل زي اللمبه، عمال ينور ويطفي من الرعب. هي تخاف يا اخويا، لو بلغت عنك ما انت هتحكي الموضوع وواحده بواحده. طب بقول لك ايه، انا هخلي عطوه يرجع الشركه ويسال على بيتها فين. مش في السخن، استنى يا اخويا تهدى وبعدين نبقى نتكلم. ما تبص قدامك يا اخويا هنعمل حادثه. ما انا باصص اهو، ما تيجي تسوقي انت يا فتون. ما بعرفش اسوق. يبقى تسكتي بقى. النيله اللي احنا فيها دي اهو بالراحه. شوف الوريه خرجوا من الشركه بسرعه وما خدوش بطايقهم، وانا اتصلت بالشرطه وهعمل فيهم بلاغ بالبيانات اللي موجوده في البطاقتين دول. شرطة ايه؟ مفيش داعي للشوشرة يا مختار. لا مفيش داعي خلاص، طالما مشوا انت مش تقول مشوا خلاص. لو حد من الشرطه اللي انت كلمتهم سأل بقول لهم الناس دي هربت. حاضر يا مختار بيه، بعد اذنكم. فتون سعيد ثابت اختي واللي معاها اللي معاها ده بقى هو راشد اللي اتنيلت اتجوزته. ايوه بس بطاقته بتقول انه عادل فكري شحاته. اكيد مزوره طبعا. يا رب يا رب، دول جولي منين؟ عرفوا طريقي منين؟ انت خايفه كده ليه؟ مفيش اي حاجه تثبت ان انت عسليه اللي هم جايين يدوروا عليها دي. يعني لو بلغوا عني. لا مش ده قصدي يا مختار، مش ده قصدي. راشد ما يقدرش يبلغ عني. ليه؟ راشد قتل 2، يعني اكيد محكوم عليه بالاعدام. طب ايه اللي مخليكي مرعوبه منه كده؟ عشان عارف طريقي يا مختار، مش هيسيبني في حالي. سفرني اي بلد انا وابن شاهين. انا لازم اسيب البلد حالا. تسيب البلد ده ايه وتهربي ليه؟ عشان ده امر سهل جدا. مش بتقولي محكوم عليه بالاعدام؟ خلاص نبلغ عنه. انت ما تعرفش راشد ده شيطان ماشي على الارض. خليني اختفي يا مختار، اروح اي حته. انا مش عايزه اقعد في البلد دي، خلاص عرفوا طريقي. فتون هي اللي بوظت حياتي. ما كانش لازم يعرفوا طريقي، ما كانش المفروض. لو سمحت يا داليا، مش هينفع نفكر وانت في الحاله دي. انا هتصرف ومحدش هيقدر يأذيكي طول ما انا جنبك. طلعوا لي منين دول؟ يا عاطف باشا، انا عايز رجالتك يوصلوا الفيلا النهارده. طقم حراسه كامل ويكون مسلح لو سمحت. فيلا مراد الجرحي، انت عارف هي فين. ليه؟ بكره ليه؟ طيب يا ريت الكلام ده يحصل من بدري لو سمحت. متشكر جدا. مع السلامه. خلاص من بكره الصبح اكبر شركه امن في مصر هتبعت لنا حراس مسلحين يحرسوا الفيلا. بكره؟ بكره يا مختار؟ راشد مش هيستنى لبكره. راشد مين بس اللي انت خايفه منه ده؟ راشد قتال القتله. راشد اللي حرق قلبي واتجوزني وهو قاتل الحسن. راشد اللي ما بكرهش بني ادم في الدنيا زي ما بكرهه. طب اقعدي اهدي بس اهدي. دلوقتي انت بتتكلمي عن شخصيه تانية خالص. عسليه البنت الغلبانه الفقيره اللي ما فيش في ايديها حيله دي انتهت خلاص، ما عادش في منها. اللي موجود دلوقتي داليا نور، اغنى ست في مصر. يا ريت نفهم الفرق ونتعامل على اساسه. تعالي ازقك في ميه؟ يا ريت.
جاي تقتلني يا علي؟ حرام عليكم، انتوا عايزين مني ايه؟ انا ما صدقت هربت منكم. عايز تقتلني؟ عسلية، انت ايه اللي جابك هنا؟ انتوا عايزين مني ايه؟ عايزين مني انا كل اللي عايزه اعيش مع ابني من غير شركم. شر مين؟ ابنك؟ انت خلفتي انت وراشد. راشد وفتون فين يا عسلية؟ انت هتمثل يا علي، ما انت عارف ان انا طفشت منه بعد ما قتل الحسن. وبعدين انت هنا ازاي لو مش هما اللي باعتينك؟ انا ما اعرفش اي حاجة عنكم من يوم ما دخلت السجن. لا اعرف عنك حاجة، ولا فتون ولا راشد. هما فين يا عسلية؟ فين؟ امال انت جيت هنا ازاي لو مش هما اللي باعتينك؟ ها؟ بعتوك ليه يا علي؟ عشان تقتلني؟ مش هما. امال مين؟ مين يا علي اللي بعتك هنا؟ انت بقيت قتال قتلة؟ ما ترد. أنا جيت هنا عايز أقتل واحدة اسمها داليا. مين داليا دي يا عسلية؟ مين ده اللي عايز يقتل داليا؟ أنا. انت بقيت قتال قتلة عادي كده؟ مين اللي بعتك تقتلها؟ بس دي أختك. أيوة بقيت قتال قتلة. بعتني واحد اسمه سامح. فتون راشد فين يا عسلية؟ مراتي فين؟ عسلية، مراتي فين؟ فتون فين يا عسلية؟ راشد وفتون فين يا عسلية؟ بطايقهم. مين عادل ده؟ ما هو راشد مسمي نفسه عادل. علي، لو سمحتوا قول لهم بقى يبعدوا عن حياتي، ولو عايزين اي فلوس 1,000,000 2 10 انا هديهم. يبعدوا عني. معايا يا داليا. الو. ايوه مختار. ايه مالك في ايه؟ علي كان عايز يقتلني، كان هيذبحني وانا نايمه. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ علي مين؟ يقتلك؟ علي جوز فتون اختي اللي كان في السجن. سامح بعته عشان يقتلني. سامح؟ عليز، هو سامح يعرف علي منين؟ انا ما اعرفش اللي وصل عليه لسامح ابن مراد. الناس دي مش هتسيبني في حالي يا مختار. انا عارفه انه مش هيسيبوني في حالي انا وابني. انا مرعوبه. طيب هو عندك؟ لا عندي ايه بس؟ ما مشيش غير ما اديته بطاقه فتون وراشد. طيب انا بغير هدومي اهو ومسافه السكه وهكون عندك. خليكي مع شاهين وخلي فردوس جنبكم.
جيبي لي ميه لو سمحتي. حاضر يا ملاكي. خدي يا قلبي، كل حاجه هتبقى كويسه. في واحد اسمه الصاوي، الراجل ده في طريق الصف. هديك رقمه تكلمه وتروح له وتتفق معاه على 10 رجاله بأي تمن يا عطو، بأي تمن. أوامر. جرى ايه يا راشد؟ ايه؟ انت اتخبطت في دماغك. الرجاله دول هتعمل بيهم ايه؟ اخطف. ايه؟ تخطف مين؟ يا نصيبتي السوداء. هو انت فاكر عسلية دي هي عسلية بتاعت زمان؟ لا يا اخويا اصحى، دي بقت هانم وشركات، دي ساكنة عند الناس الكبارات قوي. انت اتجننت؟ ما تتجننش يا راشد، ما تتجننش وتضيعنا. الكلام ده صح. اديني يومين اشمشم لك وافهم اللي حواليها. جرايه يا جدعان في ايه؟ هو انا جايبها عواره في وشها؟ ده انا هقعد اتكلم معاها. يا عم هي عبرتنا لما رحنا لها الشركة دي ولا بصت في وشنا؟ عشان كنا في الشركه وحوالينا ناس وهلمه. انما لما اجيبها هنا ونقعد لوحدينا وافهمها ان انا بحبها واقول لها ان انا مسامحها على غلطه جوازها، تقوم هي كمان مسامحاني على غلطه الحسن. مش كده ولا ايه يا فتون؟ غلطه قصاد غلطه. هي ايه حكايه الحسن ده؟ انا ما اعرفهاش. الباشا بيتكلم. كده بعدين. الو. عايزك يا فتون. ايوه يا فخامه. عايزك يا فتون دلوقتي. والنبي كان على عيني، بس لا مؤاخذه يعني اصل انا وراشد في موضوع كده ومشكله ومش هقدر امشي. انا قاعد بشرب وفاضل في الازازه شويه صغيرين، على ما اخلصهم تكوني هنا. طيب يا اخويا. حاضر. بالسلامه انت. مع السلامه. في ايه؟ سكران وبيزعق وعايزني اروح له. تروحي فين يا وليه؟ احنا مش قلنا بقى نبطل الشغل القرف ده؟ استقبلتي؟ بقول لك ايه، ما اقدرش اقول لا يا اخويا. ده عارف اولنا واخرنا واحنا فين وبنعمل ايه وهنعمل ايه. يوه. جرى ايه يا راشد؟ في ايه؟ ده هي ساعة زمن يا اخويا، هروح وارجع. وبعدين ما انا قايله لك على كل حاجه، انت هتستهبل. شوفي 10 رجاله باي سعر ما تفصلش معاه. اوامر. انت مصدقه ان اللي حصل ده ممكن يكون صدفه؟ والله انا بقيت بصدق اي حاجه. علي ما كانش جاي يقتل عسلية، علي كان جاي يقتل داليا. عارف يعني ايه داليا؟ ده انا كان بيني وبين الموت ثانيه. سامح وهاني يعملوا كده؟ غريبه. علي قال لي ان هما دفعوا له فلوس كتير قوي عشان يقتلني. هيستفيدوا ايه بس لما يخلصوا منك يعني؟ الشركه خلاص مش هتبقى بتاعتهم. عشان ينتقموا مني، ده كفايه ليهم. انا مش عارفه ليه سبت شاهين لوحده جوه. هقوم اجيبه يقعد بينا هنا. ليه بس كده؟ خليه. انت مش سايباه مع فردوس؟ خايفه من ايه؟ لا ولو انا بقيت بخاف. كلها ساعتين 3 والامن هيجي ومش هيبقى فيه اي حاجه تخافي منها. طب خليه جنبي مختار لغايه النور ما يطلع. حاضر. اعمل لك قهوه؟ اشرب هو صحصح شويه. ماشي. يا رب. مقدم صبحي سيف، مكتب مكافحة المخدرات. انت البواب؟ لا، انا السنكورتي اللي هنا، انا اللي بسكنهم واخدمهم واشوف طلباتهم واحلل الرزق. عادل فكري شحاتة، ساكن هنا؟ ايوه يا باشا، في الدور الارض ده. مين ساكن معاه؟ مراته الست فتون. مراته؟ ايوه مراته. ساكنين هنا بقالهم قد ايه؟ تقريبا حوالي 3 سنين. هو عادل باشا ده ليه في المخدرات يا باشا، مش كده؟ احنا لسه بنتحرى عنه. والله انا كنت شاكك فيه، والست فتون بتاعته دي ست مش مظبوطه. مش مظبوطه ازاي؟ كانت مرافقه عيل في الشقه ديت اسمه نايل كده، عايش مع ابوه لوحده، وتقريبا عادل بيه جوزها ده عارف ومطنش، بيبعتوه بره البحر في اي وقت ويجيبوه في اي وقت، وبقت حاجه مليطه. ده غير الكلام اللي انا بسمعه
اعدام، سجن، قواضي. انت متاكد انهم متجوزين؟ ايوه يا باشا، لما جم يمضوا عقد الشقه مع صاحب العماره انا كنت موجود، وطلعوا عقد جوازهم وانا شفته بعناية، كان عقد جواز عرفي. انت اسمك ايه؟ سيد يا باشا. روح من هنا يا سيد. حاضر حاضر يا باشا. مش عارفة تنامي؟ لا. ليه كده؟ خايفة من ساعة ما شفت علي وأنا افتكرت الأيام السودة، أيام ما كنت بخاف. ممكن ما تخافيش وأنا جنبك؟ ما خافش إيه يا مختار؟ دول دخلوا بيتي النهاردة علي، يا ترى بكرة هيكون مين؟ ربنا يستر. قول لي كده، ايه؟ تيجي نتجوز؟ نعم. أنا عارف إنه موضوع غريب شوية بالذات دلوقتي، بس أنا عايز أفضل جنبك، عايزك تبقي معايا على طول في كل مكان، وبالشكل ده أعرف أحسسك بالأمان. أمان إيه يا مختار؟ أنا خلاص بقيت حاسة إن محدش يقدر يحميني، ده أنا بقيت بخاف من الناس كلها، حتى أنت مختار بقيت حاسة إني بخاف منك. تخافي مني أنا؟ ليه؟ أنت بقيت تعرف كل حاجة عني، كل مرة بتطلب مني إنك تبقى جنبي وأنا مش عارفة أعمل ده. خايفة لا يجي يوم أنت كمان تنتقم مني. خلاص أنا أخرج أنام بره لغاية لما الأمن يجي. معلش يا مختار، أنا آسفة، أنا عارفة إن أنا بقول أي كلام، متزعلش مني بليز. ولا يهمك. قط يا بنت. ايوه يا قطية، ماشي يا فتومة. اه العيال اصلها دول، العيال دول. ماشي يا فتومة، انت سبت قطية اصلك، عاجبك الشراطة اللي انت فيها. راح ساعة وجاية، ها مش تأخر عنده، بقالك 7 ساعات يا فتون. ماشي ماشي. دكر دكر يا ابن عمي، دكر. ايه يا علي؟ الحمد لله على السلامة يا علي، الحمد لله على السلامة. عرفت المكان ده منين؟ اللي يسأل ما يتوهش. فتون فين يا راشد؟ فتون بجيب حاجات للبيت وزمانها جاية. الحمد لله على السلامة يا علي. البيت حلو.
اتغيرت يا ابن عمي، اتغيرت. اختارينا وفتون معنا ملايين يا علي، ملايين. عملتوا ايه تاني؟ بعتوني؟ بعتني يا راشد؟ يا الكرم عليك ايه يا عم؟ يا الكرم يا علي. وراشد ده مش بس ابن عمي، ده اخويا اتربى على كتافي. كل ما كنت بلف وشي ما اشوفش غيره. دي عشان العشرة، ودي عشان الخيانة، ودي عشان تربيتي ليك يا رجل. راشد يا راشد، مش قلت لك لما اروح للباشا هتنبسط؟ ده انا جايبه لك حته خبر. راشد قتلته. عيل وسخ وخاين. سبت له مراتي عشان ياخد باله منها ويراعيها. طمع فيها. مش بس كده، ده سابها تدور على حل شعرها. فتون مراتي وحبيبتي اللي ما فيش زيها
هي تستاهل القتل. ما تخافيش، أنا مش هعمل كده. عارفة ليه؟ عشان أنا بحبك. بحبك بجد. بس انت برضو تستاهلي القتل. تستاهلي. وهو الراجل لما مراته تغلط لازم يربيها. أنا مش هعمل حاجة. ما تخافيش. ما تخافيش. سنين السجن شرف اللي مرضت، حياتي اللي ضيعتيها، ده اللي تمني فتون. أنا مش هعمل حاجة. أنا بس أخليكي كل ما هتبصي في المراية تفتكري تندمي على إنك اتولدتي. كل غرزة في وشك، كل غرزة في وشك اعتبريها من الدين اللي عليكي، ده اللي تمني فتون. اللي تمني